السلام عليكم. لو احنا حابين نعمل تشيك ليست للشغل بتاعنا، وعندي العناصر بتاعتي اللي هي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وهنا عندي كل تاسك من دول ليه وقت معين يخلص فيه. فطبعا هنلاقي التاسكات اللي عندنا اللي هي التواريخ بتاعتها باللون الاحمر بالشكل ده معناه ان الوقت بتاعها عدى. فطبعا لو انا جيت خلصتها انجزتها بقدر اعلم عليها صح، وهكذا. طيب وبنظهر عندنا هنا فوق بروجريس بار. فلو احنا حابين نقدر نظبط حاجه زي كده، تابعوا معايا الفيديو ده. دي الداتا اللي موجودة عندنا هنا، المسلسل التاسك، الوقت اللي المفروض يخلص فيه، وهنا هل التاسك ده كومبليتد ولا لسه. أول حاجة هنحول الكلام ده لتيبل، فهقف هنا في النص وأقوم ضاغط كنترول تي من الكيبورد، وبعد كده هنضغط في الشاشة دي هنضغط أوكي. هو هيحول لجدول، هنختار أي تنسيق مناسب بالنسبة لنا، فعلى سبيل المثال هنختار الشكل ده. بعد كده هنيجي هنا في الجزء اللي هو بتاع المسلسل، أقول له هنا ايكوال، نكتب هنا رو علشان يقدر يحدد لنا ونعرف الصف اللي احنا فيه. انا هنا هقول له -2 علشان هنا في قبلية صفين، واقول له انتر، فبدأ عندي من 1 وعد لغاية 10. بعد كده المفروض احط هنا التشيك بوكس الصغيرة. فده عشان اجيب التشيك بوكسز، فقدامي حل جميل جدا. هاجي هنا كليك يمين وهنقول هنا كاستمايز ذا ريبون، وهيفتح معانا الجزء اللي هو الخاص بالكاستمايزيشن للريبون، وهعلم على الديفلوبر تاب علشان يظهر معايا، وبعد كده هضغط اوكي. هنلاقي ظهر عندنا هنا فوق الديفلوبر تاب، هنضغط عليه وهندخل على الجزء الخاص بالكنترولز. هنلاقي فيه عندنا الجزء المقصود بيه الانسيرت، وهنضغط على التشيك بوكس من هنا. هنقف نعمل اول تشيك، نعلم عليها ونحطها في المكان المناسب بالنسبة لنا. بعد كده هنحذف كل الحاجات اللي موجودة جواها، وبعد كده هنضغط بعيد ونعلم عليها. ممكن تعمل لها كوبي، او الافضل ان حضرتك تكرر الخلية دي اللي هنا. هكررهم مع بعض، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما نزلنا اول واحدة، هنحاول على قد ما نقدر نصغرها تكون بالشكل ده علشان تبقى على قد الخلية اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده هاجي اقف هنا وابتدي اسحبها عشان تتكرر للكل. هدخل على عنصر منهم، كليك يمين، تمام، واقوم قايل له فورمات كنترول، وبحدد الايه، السيل اللي هي شغال عليها اللي هي دي. وبعد كده بضغط انتر، بكرر الكلام ده لكل العناصر بتاعتي، او اعمل منها كوبي واجي ادخل اكرر اللي بعدها. هنا دي تبقى 4 وهكذا. اكتب هنا كنترول في 5. احنا هنا كررناهم، وفي طريقة هنزلها لحضراتكم برضو تقدر تعمل الجزء ده لأي عدد من الخلايا. طيب بعد ما احنا خلصناهم كده، أصبح إن هو كل عنصر من دول لما أنت بتعمل له تشيك هو بيحط في الخلية بتاعته ترو أو فولس. أوكي، يعني الجزء ده أنا عامله تشيك، فهو بالتالي هنا هيحط في الإيه، في الخلية ترو. طب أنا لو شلتها بيحط في الخلية فولس. هنيجي بعد كده للجزء اللي هو التاني، إن أنا أعلم على الصف ده بحيث إن هو لو أنا عملت تشيك فهو يعمل كونديشنال فورمات، بحيث إن هو إيه، يظهر لك الصف ده بشكل معين. هنعلم على التيبل بتاعنا هون، وهنيجي هنا من الهوم هنختار conditional format وهنختار new rule. اول حاجه انا حابب اختارها، هختار هنا use a formula علشان الفورمولا هي اللي هتحدد ايه اللي احنا محتاجينه. هاجي انا هنا اقوم قايل له equal، وهاجي على اول سيل عندي اللي هي السيل جي 3. اوكي، وهنشيل الجزء اللي هو تثبيت الصف زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هقوم قايل له الفورمات، انا محتاج الخليه اللي هي يكون فيها ترو، بمعنى ان هي خلاص انت خلصت التاسك اللي فيها، فهو يعمل لك فيها ايه، يعمل لك عليها تشيك كده صغير. هختار من هنا، وبعد كده يخلي اللون بتاعها باهت سنه صغيره. اوكي، بعد كده هنضغط اوكي مع بعض. فكده اصبح ان اي سيل انا بعلم عليها صح، تمام، بتتعلم هنا عندي انها تمت. اوكي، طيب انا محتاج بعد كده التاسك اللي التاريخ بتاعه جه، فهو يعلم لي عليه بالاحمر. فبرضه نفس الفكره، هنعمل كونديشنال فورمات. هنيجي نقف من هنا من كونديشنال فورمات ونختار مانج رول، هنقف ندبليكيت الرول دي
وبعد كده هنقول له edit على الرول التانية منهم، وهنكتب الفورميولا دي، نكتب equal هنا and، نفتح القوس مع بعض. انا كل اللي محتاجه ان التاريخ اللي هو التاريخ ده، طبعا اتفقنا ما نثبتش الصف بتاعنا، يكون اقل من today طالما هو اقل من تاريخ اليوم. بعد كده هنعمل ايه؟ فاصله منقوطه سيميكولون، وبعد كده نقول له ان الاف 3 اللي هو الخليه اللي فيها التاريخ، تمام، ما تكونش فاضيه. نحط هنا ونقفل علامتين تنصيص ونقفل القوس، وبرضه اتاكد ان احنا مش مثبتين الصف بتاعنا. في حاله زي دي هعمل ايه؟ انا هشيل الافكت اللي هو بتاع الشط، وبعد كده هعمل له هنا باللون الاحمر، بحيث ان هي الكلمه بتاعتك تظهر باللون الاحمر، او التاسك بتاعك يظهر باللون الاحمر في الايه، في التاريخ اللي هو عدى معاك. وهنقول له هنا اوكي. هنكرر. هنلاحظ ان التاريخ بتاع الاستحقاق ده يوم 15/5، والنهارده التاريخ ده عدى، فبالتالي هو بيعلم عليها باللون الاحمر. بس لو انا جيت علمت عليها صح، فهو بالتالي هو بيخلص التاسك ده. ولو احنا عايزين نحط تحت عدد التاسكات اللي موجودة عندنا التوتال بتاعها، فأنا ممكن ببساطة أدخل على التيبل ديزاين، وأقوم قايل له فعل لي التشيك على التوتال رو، فهيظهر لي هنا علامة التوتال تحت. هاجي ببساطة تحت العمود اللي اسمه تاسكس، هاجي هنا هقوم مختار كاونت، فهيقدر يعدهم لي، بحيث إن أنا لو في تاسك هو أصلا مش موجود عندي، فأنا أبقى عارف في إيه عدد التاسكات بتاعتي. طيب، بعد كده لو أنا محتاج أضيف بروجريس بار، الافضل انك انت تسمي التيبل الاول، فاحنا هنسمي التيبل تاسكس من هنا. وبعد كده هبتدي استخدم السيل اللي موجوده هنا فوق، واعمل ميرج عليهم، هعلم عليهم بالشكل ده واقول له ميرج. وهنكتب المعادله دي بالظبط، هنكتب افريج وهنفتح القوس، هنعلم على العمود ده. شوف هو كتب ايه، تاسكس سي، بمعناها العمود اللي اسمه سي اللي موجود في التيبل اللي اسمه تاسكس، اللي احنا لسه مسمينه من شويه. وبعد كده هقوم قايل له اضرب لي العمود ده في واحد، تمام. بعد كده نضغط انتر. اصبح هنا بيقول لك 30%. يعني ايه 30%؟ يعني في 3 مهام اتعمل لهم تشيك. طب انا بزود 4 5 6 وهكذا لغايه لما يوصل معايا 100%. طيب انا عايز بقى اعمل الكلام ده بشكل بروجريس بار شكله جميل. طيب نعمل ايه؟ هنيجي على الجزء بتاع الكونديشنال فورمات، وهنيجي هنا هنختار نيو رول على السيل اللي انا محدد عليها داتا بار، وهيبقى بالشكل الفلاني بالشكل ده. هنختار برضو اللون اللي احنا محتاجينه، وزي ما وضحت لحضراتكم هنختار النمبر، ومن هنا هنختار نمبر. اوكي، هنعمل هنا واحد ونقول له اوكي. هنا اصبح ان هو لما ظهر بقى 100%. طب لو هو 90؟ طيب اللون اللي في النص ده احنا محتاجينه يبقى بلون مغاير او مخالف شويه، فهنيجي في الجزء اللي هو الخاص بالفونس، هنخلي اللون بتاعه ابيض، وما ننساش نخلي الباك جراوند بتاعته لون غامق سنه صغيره علشان يبان معانا. نجرب بقى الكلام الجميل ده كده مع بعض. هنا عندنا الصفوف اهي، فانا كل تاسك انا بعلم عليه فهو بيشطب. اوكي، طب لو التاسك مثلا زي التاسك رقم 4 اللي بيظهر قدامنا ده في شهر 7، بس انا عايز اعدله او اخليه مثلا على سبيل المثال في شهر 5، وهنا 4/5، فطبعا 4/5 التاريخ ده عدى، فبالتالي هو بيبتدي يطبق الايه الرول دي. طيب هو ليه طبق الرول التانية ما طبقش الاولانيه؟ هوضح لحضراتكم جزئيه. هنخش على مانج رولز مع بعض. هنا لو هو التاريخ ده اتعلم عليه او الصف ده اتعلم عليه ترو، فبالتالي هو هيطبق الكونديشنال فورمات الاولانيه. طيب لو الكونديشنال فورمات الاولانيه ما اتطبقتش، هيطبق اللي بعدها على طول اللي هي رقم 2. فبالتالي هو اول رول اتطبقت، لا ما اتطبقتش هنا، دي لسه فولس. اوكي خلاص، فمش هي ايه، مش هيطبق عمليه الشرط. هيطبق العمليه التانيه، هيشوف هل تاريخ الاستحقاق فعلا بتاعها عدى ولا اقل من تاريخ اليوم ولا لا، فبالتالي هيعلم عليها ويطبق عليها الكونديشنال فورمات التانية. طيب لو انا جيت علمت عليها صح، فبالتالي هو ايه، هياخد الكونديشن الاولاني. طيب لو انا جيت بعد كده عاوز افلتر اشوف التاسكات اللي المفروض تخلص في او التاسكات اللي عندي اللي موجوده في شهر معين، فانا ممكن اضغط هنا من الجزء اللي هو البطن اللي فوق ده، واقدر اقول لو سمحت هات لي التاسكات اللي في شهر مايو والتاسكات اللي في شهر يونيو، واقوم فاتح عليها اوكي، فبيظهر لي الحاجات اللي المفروض انا اعملها الشهر ده والشهر اللي جاي، اقدر اشوفها. طيب انا الحاجه لو انا جيت خلصت حاجه منهم بقدر اعلم عليها، ولو عايز ارجع تاني بقوم ضاغط هنا فوق واقول له كلير
فلتر، فبيقدر يعمل لك كلير للفلتر وبيرجعك للايه، للتيبل الاصلي بتاعك. عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه لازم نستخدم التيبل لانه اسهل. اوكي. طيب، في بعض الاوقات لما حضرتك هتنزل التشيك ليست دي وتعملها، فهتلاقي هنا عندك ظاهر في الجنب ده الترو والفولس. فالحل ايه؟ باجي هنا، ساعات ممكن تكون ظاهره معاك بالشكل ده، يبقى ظاهر ترو او فولس تحت الكتاب، يعني زي دي كده. فالحل حضرتك بتعمل ايه؟ بتيجي هنا على الجزء بتاع الفونت بتخليها واحد، والافضل برضو تخلي اللون لون ابيض، بحيث ان هي ما تبقاش باينه خالص في الخلفيه. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله، مع تريكات جميلة في الإكسل، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. إن شاء الله هننزل لكم فيديو تاني إزاي نعمل التشيك ليست دي بشكل سريع جدا باستخدام الماكرو، هتكون أبسط وتقدر تحدد عدد أكبر من الخلايا. شكرا.